السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء السوبر. وبمناسبة السوبر بنقول مفيش فريق بطل لما يكون عنده مهاجم سوبر. وبمناسبة انسحاب الزمالك او اعتذاره، الزمالك هرب في 2023 من الاهلي بسبب المهاجم السوبر هو كهربا. وكلنا عارفين الزمالك هرب ليه، عشان كهربا حطه قبل كده. صح، ايوه كهربا حطه صح. وكنا كلنا كجمهور اهلي عشمانين ان كهربا يرجع يحطه تاني في شباك الزمالك ويسجل في شباك الزمالك، صح. لكن الزمالك خلع بينا، الزمالك غدر بينا، الزمالك خلى جمهور الاهلي يعيش ايام صعبه، ان هو مش هيبقى فرحان فرحه كده زي ما هيكون فرحان في بيراميدز. لا، انت كنت يعني فرحتك هتبقى كبيره جدا قدام الزمالك، لكن بيراميدز بالنسبه لك عادي، هو نادي وانشئ من اجل كده الاهلي. لكن بالنسبه لنا الزمالك هو الغريم، الزمالك هو الفرحه بتاعتنا. لكن احنا متعودين على الزمالك لما يكون الاهلي في افضل حالاته والاهلي في احسن اداؤه وعنده مدرب يبقى حلو كده وجمهور الاهلي مبسوط اليومين دول، الزمالك يخلع وينسحب. شفناه قدام موسيماني وكان الشكل العام مش حلو وظريف، لكن يلا ما علينا. لكن يا جماعه مشكله كهربا بينت حاجات كتير جدا في الكره المصريه، اخرها دلوقتي حالا بيان وزاره الشباب والرياضه اللي بتدافع عن لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف، وبتقول لك ان هم قانونيين. طب احنا مالنا يا لمبي؟ روح قول للقاضي، روح قول للقاضي ان اللجنه قانونيه. انت جاي تطلع بيان وتدافع دلوقتي وتبين ان اللجنه دي انشاءات قانونيه، وان انت حضرتك بتدافع عن ايه؟ روح قول للقاضي ان اللجنه قانونيه. الاهلي خلاص اختصم اللجنتين قدام القضاء، فبالتالي روح قول الكلام ده قدام القضاء. جاي دلوقتي تتكلم ليه؟ وفي نفس الوقت القضيه بتاع الكهرباء بينت شخصيات برضه كانت منتميه للنادي الاهلي، وكان الاهلي ليه فضل عليهم كبير جدا، لكن احنا للاسف بنشوفهم على الفضائيات مش مدافعين عن الاهلي وحقوقه، بل بالعكس بيناصروا نادي تاني بحد ذاته وهو مختصم مع الاهلي. وفي نفس الوقت صناع القرار نفسهم زي مثلا ناس مش عادله ابدا وموجوده في صناعه القرار بتحاول ان هي تنصر طرف عن طرف، وهي في الامر او في باطن الامر المفروض تكون محايده. لازم انت حضرتك تكون محايد وانت موجود في صناعه القرار. لكن ما علينا، الاهلي موجود في الامارات مستعد بقى الزمالك لبيراميدز ايا يكن مين جاي. خلاص هو اتاكد بصفه رسميه ان بيراميدز جاي، فاحنا مستعدين لبيراميدز. والله يكون في عم كولر، كان الراجل بيحضر للزمالك، بيحضر لاقتحام الزمالك، بيحضر ان هو يعمل حفله هناك في الامارات على الزمالك، لكن جاله بيراميدز. يلا الله يعينه بقى، قدامه يومين ان شاء الله الاهلي يكون بيفرحنا. الاهلي بيعوض الاخفاقات اللي كانت موجوده في مدربه شوارز اللي احنا اتهزمنا معاه، وفي نفس الوقت برضه ناس ثانيه. لكن بصفه عامه الاهلي وجمهوره كلهم ثقه في عم كولر، كلهم ثقه في اللعيبه وادائها المتميز في الفتره الاخيره، خاصه قدام بتتكلم بيراميدز في مباراه الكاس اللي حققنا فيها اللقب، وكان برضو موجود عدد جمهور قليل 10000. في بعدها برضو مباراه الرجاء في اللي كان موجود 52000. وفي نفس الوقت المباراه قويه جدا اللي احنا رحنا قدمناها هناك في المغرب قدام برضو جمهور غفير جدا، وكانت مباراه صعبه، لكن الاهلي قدم اداء قوي جدا بقياده طبعا عم كولر اللي درس الامر وعرف لعيبته وفهم الكوره ماشيه ازاي عندنا في مصر او بره في افريقيا. بالتالي المباراه ديت مباراه مهمه جدا، مباراه هتبقى بالثالث لقب لعم كولر في فتره بسيطه جدا. فان شاء الله كلنا ثقه في الجمهور اللي هيبقى موجود، يساعد اللعيبه، يشجع اللعيبه، يحيي اللعيبه، في نفس الوقت يقف في ظهر اللعيبه في الملعب. وعم كولر بادائه بقى وخططه واي لعيبه هتشارك هي مين، احنا كلنا الحمد لله بفضل الله ثقه في اللعيبه اللي هتبقى موجوده. بس يهمنا ان احنا نرجع فرحانين، تبقى ليله حمراء في الامارات، الجمهور يبقى مبسوط، الجمهور يبقى سعيد. وهيبقى سعيد اكتر لما تبقى فعلا انت بتنتقم وبتنفض بيراميدز، بتقطع الطموح. بيراميدز الفتره الاخيره طلع من الكونفدراليه اماله وطموحه خلاص انهدم بدون اي بطوله. يعشم الزمالك وباع الزمالك وخد البطوله من الزمالك، وان هو يروح يشارك فيها وجاله منتهب، وان هو يقدر ان هو يحقق لقب اول وعلى حساب الاهلي. لكن احنا كجمهور اهلي مش هنسمح بحاجه زي كده طبعا. بنشجع فريقنا، بنحيي فريقنا، هنفضل ورا فريقنا لحد 90 دقيقه ان شاء الله كاملين باذن الله. باذن الله الاهلي هيطلع منصور منها، الاهلي هيطلع كسبان منها. كلنا ثقه زي ما بنقول في اللعيبه، ان شاء الله اللعيبه دي تفرحنا وتبقى الامارات فعلا ليله حمراء.